مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده اليوم الثالث من رحلتي لبناء الشركه. عارف ان الفيديو ده هينزل متاخر، بس الفكره اللي انا بحاول اوفق بين التصوير وبحاول اوفق بين الشغل وحياتي الشخصيه وهكذا. يعني التغليف او الباكجينج، خلينا اديك مثال. انت مثلا نعتبر ان ده انت وانا ايا يكن عايز تجيب هديه واحد صاحبك. الهديه دي بنعمل فيها ايه؟ اول حاجه انت بتاخد الهديه ايا كان ايه الهديه، وتروح تحطها مثلا في شنطه شكلها مهندمه، شنطه هدايا. بتروح تغلفها، تحط لها فيونكه، تظبطها، تروق عليها كده. مثلا تحط لها شويه اللي هو الكور الصغيره دي، مش فاكر اسمها ايه الصراحه، على شويه ورد. بتغلفها، بتخليها شكلها احسن. بعد ما تغلفها بتروح تديها لاخوك او للشخص ده اللي انت جايب له الهديه. انت لو اديتها له بالشكل ده على طول، من غير ما تغلفها، من غير ما تحطها في شنطه والكلام من ده، هي القيمه اصلا فعلا في الهديه. يعني مثلا الهديه انت ممكن تكون جايبها بألف ونص، 2000، 3، والقصه التغليف دي مثلا مكلفك كام؟ 40 50 جنيه. فالقيمه الحقيقيه اصلا في الهديه، لكن التغليف هو اللي بيدي الزينه للهديه من بره، اللي هو بيخليها شكلها احسن واشيك بكتير. فانت لو اديتها له كده هيقول عليك انت شخص غريب او بخيل، مع ان القيمه في الهديه. بس لازم تهندمها له الاول، تديها له في شكل شنطه حلوه، تديها له في بوكس وهكذا. هي دي فكره التغليف بكل بساطه. طيب دي هتفيدنا في ايه في المشروع بتاعنا او بناء الشركه؟ خلينا اديك مثال على حاجه اصعب. مثلا واحد شغال اديتور. طيب هو يغلفها ازاي؟ ده هو اصلا بيقدم خدمه ما فيهاش تغليف. دي الحاجه اللي هتيجي في بالك. طب انا اغلفها ازاي؟ خليني اشرحها لك بكل بساطه. انت واحد لو اشتغلت اديتور هتستغرب. انت ممكن تشتغل على مواقع عمل حر، ممكن اصلا تجيب عميل سواء من الفيس او الانستا، ايا كان الابلكيشن او ايا كان الطريقه اللي انت جايب بيها العميل. اصل انت شغال فريلانسر، فانت هتقول انا عامل تغليف ازاي. هتلاقي اي حد محترف عامل لك كده ثلاث مثلا اسطمبات مقسمه. هنسمي مثلا ان دي مبتدئ، دي متوسط، دي المحترف. اول حاجه يقولها لك الباقه الاولى، دي مثلا عامله $100. همنتج لك الفيديو اللي انت عايزه عادي. هتلاقيه عامل لك في الباقه التانية مونتاج برضو نفس الفيديو، وليك 3 مثلا مرات اعاده. في الباقه بتاعه المحترف هتلاقيه عامل لك مونتاج 4 مرات اعاده، وهيحط لك فيها افتر افكت. خليني معلش احط لك الاسعار علشان نسيت احط لك. الباقه التانية مثلا عامله $250، والباقه التالتة مثلا نقول عامله $1000. الارقام دي طبعا انا مش محددها بالظبط، انا بقول اي ارقام وخلاص. فهي دي فكره التغليف للعمل الحر. بيكون عامل لك باقات بشكل محترم، بحيث ان انت اصلا ممكن اصلا عميل يكون داخل عايز يعمل فيديو مونتاج وخلاص، لا، فهو دخل شاف الثلاث اسعار، 3 باقات، فيقول لك اه طب والله مثلا انا كنت عايز افتر افكت، ده يحسن من جودة الفيديو. طب والله انا ممكن اصلا يعني الفيديو ده ممكن اعيده 3 مرات، افرض المرة الاولى ما عجبتنيش، المرة التانية ما عجبتنيش، عايزه بشكل تاني وهكذا. فهي دي فكرة التغليف. لان اصلا عميل زي ما انا قلت لك اول ما بيخش بيكون عايز مثلا الفيديو بس. ممكن اصلا الباقة دي تعجبه. هديك مثال. انت مثلا عايز تخش تغلف حاجة في المكتب، تديله مثلا الكتاب اللي انت هتغلفه او الهدية اللي انت هتغلفها وهتديها له، هيغلفها لك وخلاص. مثلا التغليف ده عنده ب5 جنيه. الفكرة دي هو كسب منها اكتر، ولا فكرة لما يقول لك انت عايز تغلف من انهي مثلا ورقة ويوريك اشكال الورق؟ طب ما انت ممكن اصلا الشكل التاني ده يعجبك، السعر التالت هو اللي يعجبك. فهو ده فكره الباكجينج اللي هو التغليف. وهتساعدك كمان انك تزود مبيعاتك، بحيث مثلا زي ما انا قلت لك لو في عميل دخل عايز منتج واحد او خدمه واحده، ممكن اصلا يشوف باقات تانية تعجبه فياخد باقه اعلى او ياخد منتج اغلى. والتغليف مش شرط نفس الفكره بالظبط. يعني مثلا فكره المكتبه هو بيغلف لك حاجه بتكون يدوي، شيء ملموس. الاديتور بيكون الموقع بتاعه او الباقات بتاعته بتكون متقسمه، بتكون شكلها احسن، بتكون عارض كذا خدمه. واحد مثلا هيجي لي من برودكت المنتج، هتقول لي انا واحد مثلا بقدم برودكت منتج، انا شغلي كله على المواقع، انا بنزل هدوم على المواقع. هقول لك مثلا انت ممكن تعمل اوفر، ممكن تعمل مثلا اوفر لو انت هتشتري التيشيرت ده مثلا مع ساعه هديه. ممكن واحد في النولج هيقول لي طيب انا اقدم ايه؟ انا بقدم معلومات، بقدم خبره. طب اقول لك على فكره برضو ممكن تقدم اللي هو تعمل كورس واستشاره معاه هديه. طب ما دي برضو فكره التغليف، الباكجينج. فهي دي فكره التغليف كله. طيب انت البيزنس بتاعك يا معتز عباره عن ايه او هتعمل فيه ايه؟ طيب خليني اشرح لك على البيزنس بتاعي عشان تكون فاهم بشكل واقعي. خليني ادي لك مثال على شركتي. اول حاجه انا عايز افتح ايجنسي فيها كذا خدمات، مش خدمه ولا اتنين ولا تلاته، لان اكتريه الايجنسي بلاقيها فيها خدمه واحده، اتنين، تلاته، اربعه. يعني مثلا بيكون فيها اعلانات مموله وتصميم واديتور، فاهمني؟ بيكون فيها كذا كام خدمه بس معدود على الايد، مش خدمات كتير. اول حاجه اللي هو اداره الصفحات، تاني حاجه اللي هو الاعلانات المموله، تالت حاجه اللي هو الايديت اللي بيمنتج الفيديوهات، رابع حاجه كتابه السكريبت، خامس حاجه الديزاين، سادس حاجه الفويس اوفر، سابع حاجه الفوتوغرافر اللي هو اللي هيجي يصور، تامن حاجه الاي اي اوتوميشن. طيب معتز انت هتعرف تعمل كل دول
وبعدين انت مش قلت لي اختار حاجه واحده او مهاره واحده هتشتغل عليها؟ انت ازاي دلوقتي انت عايز تعمل 8 حاجات لوحدك؟ لا، احب اقول لك ان انا مش 8 حاجات لوحدي، انا زيك زي ما انا قلت لك، انا هشتغل على مهاره واحده بس. التمانية دول اللي انتوا شايفينهم كل واحد له تخصص. يعني انا اصلا معايا يعتبر 8 شركاء، مش انا الوحيد اللي هفتح البيزنس ده لوحدي، لان انا لو مسكت كل دول لوحدي الشركه هتقع ومش هتكمل شهرين ولا مش هتكمل اصلا اسبوع على بعض. فعشان كده بقول لك تخصص في حاجه واحده بس. لو انت معاك مثلا حد عايز يشاركك، شوف مهارته ايه وافتح ايجنسي عادي. شوف مهارته ايه، يعني انت مثلا واحد ديزاين وانت مثلا بتعرف تدير صفحات كويس، انتوا الاتنين ممكن تفتحوا مع بعض ايجنسي. طيب انا دلوقتي هقدم الثمان خدمات دول، ايه بقى فكره الباكجينج ليك او فكره التكليف؟ نفس اللي انا شرحته لك من شويه هعمله. مثلا احط واحد واثنين وثلاثة ده في باقة مثلا مبتدئ، مثلا احط 4 خدمات هنا، ومثلا ممكن احط هنا 8 خدمات: المبتدئ، المتوسط، المحترف. هقسم دول. دي فكرة الباكجينج ليا، وده كان فيديو النهاردة بشرح لك فيه فكرة التغليف او فكرة الباكجينج لشركتي، وهتنفع برضو تطبقها على مشروعك او شركتك او الايجنسي اللي انت عايز تفتحها. خلينا نتكلم على بكره ان شاء الله هنتكلم على فكره البراندنج، اللي هو البراند. انت ازاي اصلا تعمل نفسك براند؟ ما تنساش تعمل اشتراك ولايك علشان ينزل لك كل جديد، ويا جدع حتى تقديرا ليا. وبرضه اقول لكم زي كل مره في كل فيديو، لو في اي حد مش فاهم اي حاجه ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هتواصل معاك، سواء بقى برايفت مفيش اي مشكله، او ممكن نتواصل عن اي طريق تاني. سلام.